السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الأولى من المسلسل المداح. تعالى أقول لكم حصل فيها إيه. ابتدت بمولد بيحصل في السيد البدوي، وبيأكل وبيغني، وحمد هلال صوته جميل وأغنية جميلة اللي قالها قبل ما يروح المولد أو قبل ما يأكل الناس ويغني. حلم إن في المحكمة وحد داخل القفص، ومجوش هي مين اللي داخل القفص، بس جاب اخواته وامه ومرات اخوه ما بيكلموش بعض، فكله مستغرب وهو شافهم ومستغرب. فلسه القاضي بيقول يلا ابتدت المحاكمة، راح المحكمة اتفجرت كلها، وصحي من الحلم على كده، وراح المولد وراح يفرق الأكل. قابل هناك مين؟ قابل فتحي عبد الوهاب. اللغز في فتحي عبد الوهاب، وده اللي هيبان في آخر الحلقة. في واحد هيجيله ويقوله تعالى الحقنا في صوت بنسمعه، وتعالى شوف لنا الصوت ده وانا هدفع لك التذكرة على حسابي في أسوان. فتحي عبد الوهاب قال له يلا نروح، وكان مبسوط قوي باستغراب، كلنا بنستغرب هو مبسوط كده ليه. راح ووصل هناك ودخل البيت، لقي بنت مستنياه كانت بتعيط، اللي هي الصوت اللي بيطلع من البيت ده. خدته وراحت بيت تاني، وأول ما وصل البيت هناك لقي نفسه الباب ما بقاش موجود، وطلع له علامة من الأرض، والعلامة خدت إيده وقلبته من فوق لتحت، وكان خايف جدا. وطلع من الأرض مين؟ دياب. وطبعا دياب هيبقى اللغز رقم 2. فملقاش معاه الراجل اللي جايبه من مصر، ملقاش معاه الدكتور اللي جاي معاه اللي هو فتحي عبد الوهاب، ولا محمد نجاتي اللي هو جاي بيقوله الحقنا البيت بنسمع منه اصوات. ملقاش اي حد. فجأة لقي مراته بتتصل عليه بتقوله انت فين؟ قال لها انا هاجي النهارده بكره او بعده، النهارده او بكره. قالت له طب تعالى عشان الدكتور اللي هو فتحي عبد الوهاب عازمنا على الغدا. قال لها ازاي ده كان معايا. هو راح خد منها التليفون وكلمه، طبعا ابتسامة شريرة غامضة. لو وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك وشير للفيديو عشان تتابعوا الحلقات كلها. اتفاجئ بعاصفة رملية بعد ما فتحي أبواب كلمه، وحرب أشخاص ما مش معروفين، والحلقة خلصت على كده. هنشوف الحلقة التانية، تابعونا عشان تشوفوا الحلقة اللي بعد كده. مع السلامة.